تكون انت اصلا رايح مكان ومش عارف انت هتحقق فيه نجاح ولا لا، وفي لحظة بتحقق نجاح عمرك ما كنت تتوقعه في حياتك، بيكون احسن نجاح. طب ما تيجي نشوف. يلا بينا. منتخب مصر لما راح اولمبياد ما كانش حد عارف او ما حدش متوقع ان هو كان هيحقق ميدالية او هيحقق فوز حتى او هيصعد من المجموعات، لان ميكالي اللي هو مدرب منتخب مصر كان بيقابله صعوبات كبيرة جدا في البداية لما هو طلب لعيبة معينة من أندية أو من بعض الأندية، وبعض الأندية رفضت، لدرجة إن في لعيبة عنده من اللي هم أصلا في الشباب، سواء إبراهيم عادل اللي كان بيراميدز عايزه، او طلب امام عاشور والاهلي رفض، وطلب محمد عبد المنعم والاهلي رفض، راح بقلل اللعيبه اللي موجوده عنده، زي مش هقول اقل اللعيبه، زي اللعيبه اللي هي يعتبر متوفره بس هو ما كانش طالبهم اصلا. يعني ممكن كان هيطلب زيزو في وقت من الاوقات بس هو ما كانش طالبه، راح بزيزو وراح بالنني. وطبعا احنا شفنا زيزو بينتصر لنفسه، زيزو بيعمل مجهود كبير جدا، بس لازم الكيمياء عموما او الديناميكيه اللي هي بتاعت اللعيبه عموما، او الفكر بتاع اللعيبه يرتبط ببعضه، او كل لعيب يكون واخد على اللعيب اللي قدامه او اللي جنبه. زيزو في بطوله الاولمبياد قدم بطوله كبيره جدا، بالذات النهارده هو قدم افضل مباراه في تاريخه اعتقد كده. زيزو قدم النهارده واحده من افضل مبارياته في تاريخه. لو جينا نتكلم على لاعب هنلاقي كل اللعيبه رجاله، بس انا بتكلم على لعيبه ما كانش الجمهور عنده توقعات ان هم يقدموا اداء احسن من اللي هم قدموه. النهارده زيزو قدم اداء احسن وارقى اداء لزيزو في تاريخه، انا بقولها لك في تاريخه. ارجع لكل المباريات السابقه لزيزو سواء مع نادي الزمالك او مع منتخب مصر، هتعرف ان زيزو النهارده كان بيتحرك تحركات في كل انحاء الملعب. زيزو النهارده كان بيعمل سبرنتات كبيره جدا ان هو يرجع يدافع عشان يغطي على زمايله اللي هم بيهاجموا. زيزو النهارده كان بيموت نفسه حرفيا. انا مش عايز اقول لك ان هو جات له الضمه من كده، بس هو عمل مجهود جبار حرفيا، ان انت ازاي تنتقم لفكرتك او تنتقم لنفسك، او ترد على الناس المشككه في الملعب. دي حاجه كانت كويسه جدا. انا احب قوي اللعيب اللي كده، احب الراجل اللي كده، ده انا بسميه دايما راجل. احنا قلنا ان كل اللعيبه رجاله، بس لو اتكلمنا على واحد زي حمزه علاء هنعرف ان ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى في نادي الاهلي هو صاحب الفضل الاكبر في وجود 3 حراس بنفسه في 3 مستويات، سواء منتخب اولمبي او النادي الاهلي او منتخب مصر الاول، بنفس المستوى العالي، بنفس الكواليتي الكبير، بنفس كل حاجه. ميشيل يانكون قدم 3 حراس لمصر، مش للنادي الاهلي بس، هو قدم 3 حراس للنادي الاهلي، بس انا بشوف ان ميشيل يانكون قدم 3 حراس لمنتخب مصر سواء الاولمبي او منتخب مصر الاول. فكره ميكيلي النهارده في كوكا ان هو هيلعب مان تو مان مع اللعيب الاساسي او اللعيب اللي هو لاعب برايتون اللي عمره 20 سنه، ده لعيب كبير جدا يا جماعه. اللي ما اتفرجش عليه في برايتون ده من احرف الناس اللي ممكن تشوفهم في العالم دلوقتي او في السنوات اللي جايه. اللاعب ده كويس جدا، فكوكا قفل عليه. دي كانت واحده من التريكات اللي عملها ميكيلي، لانه هو حط كريم الدبيس بره ولاعب محمود صابر. النقطه الثانيه كان ان هو بتقدم محمود صابر عشان يدخل في العمق وقت طلوع حسين فيصل للاطراف، او وقت نزول حسين فيصل اللي كان بينزل كتير عشان يفضل المساحات اللي خلفه. فكان محمود صابر عليه التكمله اللي هنا، وفعلا قدر محمود صابر ان هو يروح لحد المرمى ويسدد تسديده. للاسف التركه دي كان ممكن يجي منها هدف بتاعت ميكيلي وتتحسب لميكيلي ان هو عمل حاجه زي كده، بس هي كل حاجه توفيق من عند الله. لو جينا نبص بقى ليه كوكا اصلا، ليه كوكا في الباك الشمال؟ انا قلت لك ان هو يمسك اللاعب. ثانيا ان هو كان هيضم في وقت طلوع محمود صابر لقدام، لان محمود صابر كان بيلعب من ناحيه الشمال بتاعته، ففي وقت طلوعه لقدام كان دايما كوكا بيضم شويه ناحيه مين؟ ناحيه محمد النني، عشان يلعب كرقم 8 في المنطقه دي، عشان يقفل عمق الملعب او يقفل وسط الملعب. ميكيلي مشي كويس جدا بالشوط الاول. انا مش عايز اقول لك ان هو مدرب احسن حاجه، بس في وقت بناء اللعب كان ينقصه حاجات برضو تانية، لان في وقت بناء اللعب كان تحس ان انت في مسافات كبيره جدا، زي ما احنا بنقول كده في فدان بين اللاعب ده وبين اللاعب ده، وده اللي كان عمل مشكله كبيره في الطلوع بالكره، او مشكلة كبيرة عند استرجاع الكورة، لأن أنت لو فقدت الكورة هنا، وده اللي حصل في الهجمة دي، وفقدنا الكورة، فبتكون صعب إن أنت تسترد الكورة بسرعة. حاجة كمان عايز اقول لك عليها. في ناس بتشكر في عمر فايد حتى من وهو في المقاولين. انا بشوف ان عمر فايد من اللعيبة الكويسة، بس ما ينفعش ان عمر فايد وحسام عبد المجيد يلعبوا هما الاثنين جنب بعض، لان هما فيهم بطء كبير جدا وبطء شديد جدا، سواء حسام عبد المجيد او عمر فايد.
النهارده انت لو تشوف الاسبرنتات، ولو في حد بيلعب على النقطه دي كنت هتلاحظ ان في اسبرنتات كتيره جدا اتعملت من وسط عمر فايد او حسام عبد المجيد، واللعيبه فيهم بطء شديد جدا عشان يتحركوا، بالذات من طلوعهم من الاسبرنت من البدايه لحد لما يوصلوا للاعب، وده كان البطء اللي كان بيحصل. نروح على الباك اليمين احمد عيد. احمد عيد انا من اول البطوله انا دايما بقول وبكتب ان احمد عيد ليه الزمالك سابه، يعني انا دايما بقول ليه احمد عيد الزمالك سابه. احمد عيد من الباك اليمين اللي مستقبله انا بقول لك ان هو هيكون باك يمين لو حافظ على نفسه بس ويسيبه من شغل السوشيال ميديا والكلام ده. لو حافظ على نفسه شويه هيكون هو باك يمين منتخب مصر احمد عيد، وافتكروا الاسم ده كويس. لو رحنا واتكلمنا على محمد شحاته، هو المكمل بتاعه دايما هو محمد النني. يعني محمد شحاته اللي بيكمله هو محمد النني. طب بيكمله في ايه؟ محمد النني هو العقل، دايما هو العقل في نص الملعب، ومحمد شحاته هو العضلات. محمد شحاته من نوع يضغط يضرب مش عارف ايه كده ياخد الكرة، انما العقل المدبر او المفكر عموما في منظومة منتخب مصر كاملة هو محمد النني. محمد النني يعيد اكتشاف نفسه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اصبر ان بعد العسر يسر، او ان الله مع الصابرين. تمام. محمد النني صبر كتير، قعد كتير واستحمل انتقادات كتير. انت كنت الطفل اللي معدي في الشارع كان بينتقد وكان بيقول عليه كلام، وانا عن نفسي كنت بنتقد وبقول عليه كلام، لدرجة ان الكلام ده وصل في وقت من الاوقات او مرحلة من المراحل قالوا عليه او اتريقوا على شخصيته هو شخصيا، وقال لك ان هو لعيب لا يصلح ان يكون في منتخب مصر، وقال لك ان هو لعيب اخره يهز شعره بس ويهز دماغه بس وهو بيجري ويشاور وهو بيجري. محمد النني هو المنظم او المدرب في منتخب مصر داخل الملعب، هو المنظم لكل الهجمات لمنتخب مصر داخل الملعب. محمد النني كان ينقصه واحد بس زي امام عاشور مثلا معاه في خط الوسط، هتشوف مصر كان ساعتها بصراحه كانت هتقدم بطوله قويه جدا اقوى من كده كمان. ولعل المانع خير ان امام ما جاش، فعشان كده في ناس تألقت وفي ناس أدت وفي ناس لعبت، واحنا لعبنا وقدرنا ان احنا نفوز على اسبانيا، وقبلها نتعادل او كنا في المباراتين الاولانيين ما كناش كويسين، بس بعد كده قدرنا ان احنا نفوز على اسبانيا، وقدرنا الحمد لله ان احنا نفوز على باراجواي. انا بشوف حته امام ده اكتر واحد كان ينقصه منتخب مصر. في لقطه في الشوط الاول او الثاني تقريبا، ميكيلي لما شاف اللعب كده واحنا ما عندناش اللاعب اللي يقدر يقف على الكوره، فنادى على احمد سيد زيزو وقال له كلمتين. الكلمتين دول معناهم ان انت لازم تقف على الكوره شويه، لازم تبتدي ان انت تلعب فريقك، لازم ان انت تقدر ان انت تتحكم في رتم المباراه شويه. الكلام ده كله انا بقوله وبعدها على طول انا بقوله، انت ممكن تقول الكلام ده ما حصلش بس انا بقوله، وبعدها على طول شفت انت احمد سيد زيزو بدأ يتحرك في اماكن اللي فيها الكوره، بدأ يروح يستلم من كل لاعب، بدأ يتحرك يمين وشمال عشان يتحرك ويقدر ان هو يستلم الكرة ويتحكم في رتم اللاعب، امتى يعمل الباص للامام، امتى يستلم ويقف، امتى يتحرك. احمد سيد زيزو النهارده هو قدر ينفذ الكلام ده بعد تعليمات ميكيلي ليه ان انت لازم تتحكم في رتم المباراة شوية، لان احنا عندنا قصور في الحتة اللي بين خط الوسط وبين الهجوم. من ساعتها احمد سيد زيزو بدأ يلعب في الحتة دي، حصل تغييرات ومصطفى ميسي نزل لعب مكان زيزو على الطرف عشان يفتح عرض الملعب ويسيب زيزو حر. بعدها على طول احنا قبل الهدف فزيزو كان بيلعب في مركز 8 حر، يعني كان بيلعب مركز 8 مركز 8 وممكن 10 شويه ويدخل في العمق او عند وسط الملعب شويه بين المدافعين بتوع باراجواي وبين خط الوسط، ويسبب مشاكل في الحته دي او على الجبهه الشمال. ده اللي انا شفته في زيزو وقت لما ميكيلي اداله التعليمات، وبعد كده راح منزل له مصطفى سعد ميسي لاعبه طرف مكانه، وبدأ زيزو ينزل يروح في مركز 8، وشفنا ان زيزو عمل كورة. هي طبعا زيزو من احسن الناس اللي بتلعب عرضيات يعتبر في افريقيا، يعني انت الكواليتي او التكنيك بتاعه احسن واحد بيلعب عرضيات في افريقيا عموما. زيزو في العرضيه انا قلت لك ان هو احسن كواليتي في افريقيا كلها، بيعمل عرضيات وهو التكنيك بتاعه معروف ان هو راجل بيعمل عرضيات بالمسطره. سيبك ان هو قال لك ان هو عشوائي او لعب كرة عشوائيه وراحت للاعيب اللي عنده، لا بص على عين زيزو كويس هتعرف ان احمد سيد زيزو بص على القائم البعيد قبل ما يلعب الكوره، والهته بتاعته لما جابها على الشمال عشان يلعبها بالرجل الضعيفه وبتروح في المكان ده، فدي حاجه بصراحه ده كواليتي لعيب عالي جدا ان هو يعمل حاجه زي كده. هنتكلم عن ابراهيم عادل.
ابراهيم عادل من حوالي تقريبا، انا مش فاكر كام سنه، بس هو في بطوله افريقيا للشباب كانت في المغرب، مقامه في المغرب. ابراهيم عادل قدم بطوله من احسن البطولات اللي ممكن يقدمها هو لعيب فردي في تاريخ منتخب مصر. ممكن ما حدش شاف ابراهيم عادل في الوقت ده، بس انا بقول لك انا شفت ابراهيم عادل في الوقت ده. ابراهيم عادل قدم بطوله في بطوله الشباب في المغرب، كانت بطولة من أهم البطولات اللي قدمها إبراهيم عادل في تاريخه. عشان يجي إبراهيم عادل في البطولة دي ويثبت إن هو لا، الكلام اللي بيتقال عليه قبل كده، أو إن هو كان قدم بطولة وخلاص خلص ورجع بقى بيراميدز، تحس ان بيراميدز هي الفناء بتاع اللعيبه او الدفنه بتاعت اللعيبه، سامحوني في اللفظ. هو كان بيتصاب كتير، ما كانش بيلعب، كان دايما رمضان صبحي بيلعب مكانه او هو ينزل شويه. حاجات كتير كانت ضد ابراهيم عادل. ابراهيم عادل بيقدم بطولة مش عشان هو أحرز أهداف، هو إبراهيم عادل الكواليتي بتاعه أنت محتاجه في مصر. إبراهيم عادل في الشباب أو في منتخب أول أنت محتاجه عموما في الأيام اللي جاية. إبراهيم عادل لما بيلاقي الفرقة بتاعته مضغوطة بيحاول إن هو يسحب الفرقة لقدام ويقف على الكرة شوية أو يرقص ترقيصة أو ياخد فاول، وده مهم جدا من لعيب الطرف الذكي أو اللعيب المهاري اللي بيقدر يقف على كورته ويقدر يتقدم بالكورة. عادل لعيب ذكي جدا، انا قلت لك بيتحرك كويس جدا، ذكي في تحركاته، امتى استلم، امتى العب لعب مباشر، امتى اقف على الكوره واخد فاولات وقت الضغط علينا، امتى ان انا العب بالعرض، امتى اباصي لقدام، امتى اخد المكان او المساحه او اسرق المساحه. وده مهم جدا من لعيب الطرف، المساحه اللي انا اقدر اروح فيها في وقت معين وفي الوقت المناسب عشان احرز اهداف. لو جينا بقى لاسامه فيصل، هو واحد من احسن المهاجمين اللي موجودين في مصر حاليا. سيبك ان انت هو ضيع فرصه او اتنين او ضيع عموما في منتخب مصر او ما احرزش اهداف، لا الراجل ده بيتحرك تحركات ذكيه جدا. انت محتاج لاعب من ايام مصطفى محمد لما كان، او من دلوقتي يعني، من مصطفى محمد لما هو بيعافر ويخبط في اللعيبه ويزق والكلام ده كله، انت محتاج لاعب زي ده. هو اسامه فيصل النهارده اول البطوله بقول كلمه، ليه الزمالك استغنى عن احمد عيد واسامه فيصل؟ احسن البطولات اللي ممكن تشوفها لمهاجم في منتخب مصر من بعد طبعا فجوه كبيره جدا سابها عماد متعب وعمرو زكي والكلام ده كله. لازم يكون في امتداد زي ما طلع مصطفى محمد في وقت من الاوقات، وهو لحد الان مكمل، ربنا يديله الصحه طبعا. لازم يكون في بقى واحد بعده او اتنين يكملوا المرحله اللي بعده، لان كده كده انت لازم يكون في ترابط بين الجيل القديم او الجيل اللي موجود والجيل اللي لسه طالع في الشباب. لو اتكلمنا على ميكيلي مدرب منتخب مصر، هو مدرب راجل ما عندوش ابتكار او ما عندوش ابداع. هو الراجل واقعي جدا، عارف ان لعيبته هتلعب اللعب اللي هو هيقول عليه، او اللعب النمطي او اللعب اللي هو العادي والتقليدي اللي معروف، سواء كوبر لما جه عمله او كروش لما جه كمله او غيره او غيره. منتخب مصر بعد جيل الذهبي زي ما احنا بنسميه ما قدمش مباريات كبيره جدا، سواء منتخب مصر الاول او منتخب الاولمبي ما قدمش مباريات حلوه، ما قدمش مباريات فيها فكر جديد، مباريات تقدر تقول عليها ان المدرب ده بيعمل ابداع او بيفكر تفكير قوي جدا او الكلام ده كله. منتخب مصر مع ميكيلي هو عارف ان اللعيب المصري من الاخر كده، واللعيب المصري اثبت، وبالذات كروش لما جه هو اللي قدر يقرا اللعيب المصري واثبت ان انا عندي فكره او اتنين بقدر انفذها، تقدر تدي ادوار متراكبه للعيبه بتاعتك وتقول لهم العب واحد واثنين وثلاثه. هو لعيبه مصر بتحطها وتقول لهم ان انت باك يمين وظايفه كذا، بتعمل كذا، باك شمال بتعمل كذا وبتطلع كذا. ده الراجل ميكيلي بيعمل كده مع منتخب مصر، وكان صاحب الفكره دي الاول خالص. اللي انا اصلا بكره طريقه لعبه هو كوبر، بعد كده جه كروش طورها شويه لحد ما، بعد كده ميكيلي هو طورها اكتر. انت لازم تكون عموما فرقه مؤذيه بالذات في المرتدات، لازم تكون فرقه مؤذيه. انت عندك سواء في كوبر او كروش الى حد ما كان مؤذي شويه، بس انا بشوف ان ميكيلي مع منتخب مصر هو فرقه مؤذيه في المرتدات، واللي بيساعده على كده أجنحة مميزة جدا سواء أحمد سيد زيزو أو إبراهيم عادل، وبينزل في وسطهم أسامة فيصل اللي بيسحب المدافعين وقت النزول أو طلوع بره خارج المنطقة، وبعد كده بيدخل أحمد سيد زيزو أو محمود صابر النهاردة أو إبراهيم عادل.
دي حاجات كتير كان بيعملها. عايز اتكلم على منتخب مصر من الناحية الكواليتي كاملة. يعني انت لو بتتكلم على منتخب مصر من ناحية الكواليتي كاملة، لو انت عندك دكة كويسة، انا بشوف احنا كان حرام فعلا بصراحة، ويا رب ما نعانيش في الايام الجاية في منتخب مصر او في الوضع اللي هيحصل بالذات في المباراة اللي جاية. لان انت لسه لاعب 4 مباريات، وفي منهم مباراة كنت لعبتها وقت اضافي، فاكيد في المباراة اللي جاية قدام فرنسا هتعاني في اللياقة البدنية. عموما ميكيلي هو عشان هو بقاله فترة مع منتخب مصر الشباب مش عليه ضغوط، فبقدم أداء كبير. هل هو لو مسك فريق أول، لأن في ناس بتقول لك يمسك فريق أول، هل ميكيلي لو مسك فريق أول هيستحمل الضغط اللي هيحصل؟ أنا بقول لك هيكون صعب. وخلي العجلة دايرة. لو أنت عايز تخلي ميكيلي يمسك فريق شباب تاني، رجعه يمسك فريق شباب تاني، إنما ما تخلوش يمسك فريق أول في الوقت الحالي. وبهنا نكون جينا لنهاية حلقتنا. كان معكم محمود الجندي، ما تنساش اللايك والمتابعة، وبشكركم.